الست اللي بتساعدنا في التنظيف غدرت بينا للاسف ومشت وسابتنا. وبما ان انا بحب التكنولوجي قوي ففكرت ازاي اوتوميت موضوع الكنس والمسح، وهنا ظهرت فكره. ثانيه واحده هجيبها لكم. شاومي S20 بلس، بس احنا هنطلق عليها اسم ام جلامبو علشان دي اللي هتبقى مسؤوله عن المسح والكنس من النهارده. هنعمل لها انبوكسنج وهنحطها تحت اختبارات وهنراقبها وهنعرف كل مميزات الابليكيشن بتاعها، لان هو فاجئني جدا وكان فيه مميزات كتيره قوي على الموبايل. وكمان هنعمل لها صيانه وتنظيف، وايه الحاجات اللي محتاجه تتغير مع الوقت وايه الحاجات اللي محتاجه بس مجرد تنظيف. وكمان هعمل لكم مقارنه بسيطه بين الموديلات بتاعت شاومي، لان الروبوت فاكيوم دي في منها موديلات كتيره جدا وجنريشنز كتير جدا، وخدت مني وقت عقبال ما نقيت الموديل ده. وهعمل لكم برده مقارنه بسيطه بين الموديلات التانيه اللي في السوق غير شاومي وليه اخترت دي وعن تجربتي الشخصيه. وهحاول اخلي الفيديو ده فيه كل المعلومات المفيده اللي تخليك تقدر تقرر تجيبها ولا ما تجيبهاش. تعالوا نعمل انبوكسنج بقى دلوقتي وهنشوف كل حاجه جايه مع المكنسه والبيلد كواليتي بتاعتها. وكمان انا هجربها لمده اسبوع، وبقيه الفيديو هقول لكم ايه هي المميزات والعيوب في الاسبوع ده علشان ابقى عرفت كل حاجه فيها لما اشغلها. شكل العلبه اهي، شكلها نضيف قوي الصراحه. اشتغل مع أليكسا وجوجل هوم. هنجربها برضو. ولا ايه اللي بيقع ده؟ حقونا يا مشاهدون. ماشي، ده اكتر انبوكسنج كوميدي هتقدر تشوفه في حياتك. دي الكتالوجات اهي. ماشي، كل ده عشان الكتالوجات، والله مش مستاهله يا رجاله. وده كيبل الباور، ودي الستيشن اهي. فين الكاميرا اللي هنا؟ شياكة شاومي. ماشي، مش عارف كنت دايما بتخيلها في الصورة اضخم من كده، بس المهم انها تكون بتعمل اللي عليها. هو ايه ده؟ تحسيه جايبينها في تي شيرت. واو، داست باج. واو، انتوا كده شايفين؟ ما اعرفش الفوكس عندكم عامل فوق ايه، انا اول مره اصور من فوق كده. ايه النظافه دي؟ هي دي اللي هتكنس وتنظف؟ انا حاسس انها انضف مني. ماشي، دي الداست باج، ودي الحاجات اللي هي تمسح بيهم اهو. ماشي، 2. والبتاعه دي ما اعرفش بتعمل ايه او ايه سببها، يعني هقول لكم دي لازمتها ايه بالظبط، اكيد هنعرف. بس مفيش اي حاجه تانية. ماشي، بصوا انا واخد بالي دي بتتحرك. بصوا يعني زي فيها سوسته كده، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. بصوا زي سوسته تقريبا، عشان لما تيجي يعني تهط وتنط كده من فوق السجاده، لان دي خلي بالكم بتطلع على السجاده وعندها فيها سنسور بتحس بالسجاده، عشان دول اول لما تحس بالسجاده دول بيروحوا طالعين لفوق علشان ما يبوظوش زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا عليها هنا ريموف بيفور يوز. عايزين نشيل الحاجات دي كلها. انا هركب كل الحاجات دي، والله ممكن اركبها معاكم مش هستخسر فيكم اهو. ايه ده؟ اوبا، ثانيه واحده. ماشي، بص انت هتعمل هنا كده، دي كده هي تحسها شبه البرينتر شويه. ماشي، تعمل كده. ده تقريبا تانك الميه اهو، وفي هنا كليك. ده التانك بتاع الميه اهو. ماشي، بنملى الميه من هنا اكيد يعني. اوكي،
وادي الحته بتاعه الفلتر، والفلتر ده بيتغير. عامه انا برضو لقيت على الانترنت ان هم بيتباع طقم كده بيبقى فيه كل الحاجات دي، بيبقى فيه الفلتر وفيه دي وفي كل الحاجات دي، ودي كمان بتتغير على الوقت وكده، بتحتاج تغيرهم طبعا. اوكي طبعا البيلد كواليتي تحفه، هي برضو مش رخيصه يعني. اوكي تعالوا بقى نقلبها كده على ظهرها. دول اكيد بيركبوا هنا اهو، خلاص ركبوا. ودي هنا بيبقوا بالمنظر ده اهو، بالمنظر ده كده. اوكي وخلي بالك دي برضو بتتغير، دي بتطلع ودي كمان بتتغير، بتتباع مع الطقم اللي انا بقول لكم عليه. كل الحاجات دي بتتغير مع الوقت. عامه كان الطقم مش غالي يعني، كانت كل الحاجات دي بتتباع مش عارف اقل من 1000 جنيه. هي ليها داخله كده سمعنا صوت التكه، صوت التكه امان. وده بقى يركب هنا. حاسس ان ده معمول علشان الزوايا او الاماكن الضيقه او كده. اوكي احنا كده ركبنا كل حاجه. تعالوا بقى نبتدي في احلى حاجه، ان احنا نعمل لها اختبارات ونحطها تحت ضغط ونشوف هتعمل ايه وايه النتيجه بتاعتها. يلا بينا. اي حاجه انت بتستعملها وبالذات الحاجات اللي فيها تكنولوجي وسنسورز والحاجات دي، اي حاجه محتاجه صيانه، محتاجه تنظيف. لو انت هتحافظ على الموضوع ده الحاجه هتعيش معاك على قد ما تقدر طول ما انت بتحافظ عليها. تعالوا بقى نروح لجزء الصيانه والتنظيف. الهدف منها ان انا عايزها تمسح وتكنس على قد ما اقدر بطريقه كويسه، حتى لو 80% كنت انا هبقى راضي عن النتيجه دي. ففي الموديلات اللي هي بتبتدي بحرف الاي، عندك الاي 5 والاي 10، ودول من ارخص الحاجات، وطبعا قوه الشفط بتاعتها قليله وما فيهاش خاصيه انها تمسح. بعد كده موديلات الاس بقى، عندك الاس 10 والاس 20. الاس 10 هي الموديل القديم، الاس 20 هو الجنريشن الجديد منها. عندك الاس 20 والاس 20 بلس. الفرق ما بينهم ان الاس 20 بلس فيها مسح، فيها البادز اللي تحت اللي هي بتمسح، اما الاس 20 بتكنس بس وفيها زي حاجه كده يعني مش بتمسح بقوه المسح الثانيه. في الموديل بقى الاقوى اللي هو الاكس، ده طبعا ضعف ثمن الاس، بس الميزه اللي فيه ان هو بيجي معاه تانك كبير جدا بيعمل كل حاجه في الديفايس، او بيعمل كل حاجه في الفاكيوم. يعني هي البادز اللي تحت دي مش انت اللي بتنظفها، ده هي بتخش في الستيشن دي بتتنظف وتملى ميه مع نفسها وتفضي تانك الغبار وكل حاجه بتعملها مع نفسها. بس طبعا هنا عندنا في مصر بحوالي 30,000. اما الاس 20 بلس هي زيها بالظبط بس من غير الستيشن، يعني انا اللي بعمل كل حاجه مانيوال، ودي بنص الثمن تقريبا بحوالي 15,000. طيب من ناحيه قوه الشفط ومن ناحيه البطاريه فهم تقريبا قد بعض. ودي واحده من الحاجات اللي خلتني اروح للاس 20 بلس، لان سعرها بالنسبه للفيتشر اللي هي هتديها لي كان مناسب. والحاجات اللي اقل كانت قوه شفط اقل، بطاريه اقل، قوه المسح اقل. الهدف من اختياري ان انا كنت بحاول اجيب احسن حاجه للمسح او للكنس او قوه الشفط وقوه المسح باقل سعر ممكن، عشان كده اخترت الاس 20 وما رحتش للاكس اللي هي بضعف ثمنها. عندك من اشهر الماركات اللي بتعمل الروبوت فاكيوم زي شاومي هي شركه يوفي من انكر. هي مشهوره جدا ومشهوره جدا في الخليج كمان، بس ما لقيتهاش كتير هنا في مصر. اكتر عندنا اللي منتشر عندنا اكتر هو الشاومي. ان الموديل من اليوفي اللي بنفس سعر الشاومي فهم فيه اختلافات كتيره قوي. قوه الشفط اقل، المسح في الشاومي احسن، بيبقى فيها البادز اللي هي
بتلف دي الانكر بتبقى زي فوطه كده بس ما فيهاش انها بتقعد تمسح كده. التانك بتاع الانكر اقل، تانك الميه وتانك التراب بتاع شاومي اطول، بيقعد وقت اكتر. البطاريه بتاعت الشاومي اقوى. الشاومي فيها سنسورز كتير جدا، واهم واحد فيهم هو الليدر، واهميته ان هو بيخلي المكنسه في الماشيه بتاعتها دقيقه جدا، لان هي بتحسب المسافات بالليزر مش بالكاميرات. الليدر ده بيعتمد على الليزر، يعني اول ما هي بتتحرك بتبتدي تطلع ليزر، طبعا انت مش شايفه يعني، دي حاجه ما بتتشافش بالعين، هي بتبتدي تطلع ليزر، واي حاجه بتخبط فيها خلاص هي عارفه ما بينها وما بين الحاجه دي قد ايه بالظبط. فعشان كده صعب جدا انها تلاقيها بتخبط في حاجه، وهتلاقي تحركاتها ذكيه جدا وبتخش في الحتت الضيقه وما بتلمس اي حاجه. يعني هي مع تجربتي ليها وبقعد اراقبها، هي ذكيه جدا في الحركه ورهيبه، وبتخش تحت الحاجات الضيقه وتلاقيها تحت دخلت تحت الكرسي وتحت الرجل وقعدت تلف ومش عارف ايه وكده. تعالوا بقى للجزء بتاع المميزات والعيوب. هوريكم العيوب على الابلكيشن، هحاول اشرحها لكم كده بطريقه مبسطه. هي مش عيوب قوي يعني، ممكن تبقى بالنسبه لك مش عيوب. اما المميزات فهي الصراحه خلت البيت على طول ما فيهوش تراب. انا كان على طول عندنا مش تراب، اكتر ما عندنا الوبر والكلام ده من السجاجيد ممكن، او من لما بنفتح لان احنا على طول بنبقى فاتحين الازاز. بس على طول انا بقيت حاسس ان البيت على طول نظيف. فانا الصراحه بعد استعمالها وبعد اللي انا شفته، فبقيت على طول حاسس ان انا يعني مبسوط بالنظافه وبتاع. الموضوع سهل جدا، واستعمال الابلكيشن سهل جدا، فهو بالنسبه لي انا حاسس لقيت كنز. تعالوا بقى اوريكم تجربه بسيطه وسريعه الابلكيشن شاومي. ماشي، انت هنا اول ما بتفتح ابلكيشن هنا بتقاد الديفايس ده عندك هنا في الروم او في السمارت هوم بتاعك. اول ما بتفتح كده طبعا دي الماب بتاعت البيت، بس طبعا دي ما بتبقاش موجوده. انت اول ما بتشغل الديفايس بيبتدي يمشي في البيت كله، بيعمل حاجه اسمها بوزيشننج. هو من الاخر بيرسم ماب في البيت كله. هو رسم البيت كله اهو. وعايز اقول لكم على حاجه، ان هو حتى قسم البيت. الابلكيشن بسيط خالص، لما تيجي تديله تاسك بيجي يظهر لك هنا المساحه اللي نضفها وتنضفها في الوقت قد ايه، وادي البطاريه بتاعتها. تعالوا تجربه بسيطه كده، مثلا تروح تنضف ايه، مثلا اللوبي. فعندك طريقتين للتنظيف، اللي شايفين العلامه دي بتاعت اللوكيشن او علامه البوكس دي. علامه البوكس دي انا بختار اريا معينه. طيب سيبك من دي البوكس، تعال نختار بقى ايه اللوكيشن. انا مثلا هخليه ينظف الريسبشن، هو عمل عليها مارك اهي، او اخليه ينظف ايه الريسبشن واللوبي. وممكن لو انا ما عملتش مارك خالص، يعني انا ما عملتش الكلام ده خالص ودوست ستارت، هي هتفهم انها هتطلع تنظف البيت كله او الماب كلها اللي هي رسمها. فتعالوا نعمل تجربه كده. انا دوست دلوقتي لوكيشن، اخترت انها تنظف اللوبي. وبعد كده كل اللي انا هنزل اعمله تحت عندك هنا هدوس ستارت. بس قبل ما ادوس ستارت في شويه اختيارات هنا عايز اوريها لك. هنا اول حاجه الفاكيوم، انها تخليها تكنس بس. طيب تاني حاجه فاكيوم اند موفينج، انها تخليها بتكنس وبتمسح على طول. وفاكيوم بيفور موفينج، والاوبشن ده ان هي بتكنس الاول بعد كده بتمسح، وبعد كده الموفينج ان هي بتمسح بس. ايه احسن واحد؟ اللي انا مختاره دلوقتي اللي هو الفاكيوم بيفور موفينج. ليه بقى؟ لان ده حاسه انضف واحد، لان الفاكيوم اند موفينج حسيتها بتكروت الصراحه. يعني بيبان حتى خطوط، في خطوط بعد ما بتخلص كده من المسح بين يعني كده اذا كان خطوط ملعب كوره كده. اما دي لا، بتشتغل حلو زي ما شفت هنا. اول ما اخترتها طلع بيقول لك ايه دبل باتري ليفل. ليه؟ هتروح تكنس الاول بعد كده تمسح. ماشي، بس دي احسن واحده الصراحه. وموضوع البطاريه هي المفروض ان هي بتقعد تقريبا 170 دقيقه او حوالي ساعتين ونص، شاومي اعلنت عن كده. بس انا عمري ما حسيت ان انا محتاج اشحنها، او ان البطاريه بسبب البطاريه مثلا هي ما خلصتش تنظيف. لان انت على طول انت بتروح تديها الاوردر او بتديها التاسك تروح تعمله وترجع تشحن، فانت مش شاغل بالك قوي بالبطاريه بالموضوع ده، فما كانتش مهمه بالنسبه لي. طيب هتيجي هنا بقى عندك تو اوبشنز، دول برضو مهمين، انا برضو عاملهم في النص. هنا عندك القوه بتاعه الشفط، فعندك الستاندرد وسترونج وتربو. انا عاملها سترونج، وبرضو كميه المسح او الميه اللي بتنزل من المكنسه برضو انا عاملها ليفل 2 في النص. ماشي، وانا اخترت هنا كل اللي انا هعمله هدوس ستارت، هي تبتدي تتحرك. ماشي، وهتلاقيها بتتحرك على الماب على فكره. بص هي اول ما بتطلع من الستيشن بتاعتها بتبتدي تقعد تبص حواليها كده، وبتبتدي تعمل حاجه اسمها بوزيشننج عشان تتاكد من مكانها الصح، انها في الريسبشن وان هي رايحه اللوبي، كل حاجه تمام في مكانها. بص بدات تتحرك اهي، وهتبتدي بقى تنظف. واول لما هتيجي تعمل لك خط ابيض هي كده بدات تنظيف. بص اهو خط ابيض كده معناه ان هي ايه، بدات هنا ايه، بدات التنظيف من اول هنا. هتبتدي بقى كل حته تمشي عليها تعمل لك خط ابيض. طيب تعالى نعمل شويه اوبشنز كده برضو. ايه هنا انت ممكن تعمل سكادول كلين اب، يعني تخلي الماشين في وقت معين بتنظف حاجه معينه. ده حوار جامد جدا. ماشي،
الحته دي جامده قوي. انت عندك حاجات في الماشين هي مع الوقت بتستهلك او بتحتاج تغيرها. فانت عندك الفلتر ده مثلا، فلتر الهواء ده، الفلتر اللي بيبقى موجود في البوكس بتاع الشفط او المكنسه، ده بيتغير كل زي ما بيقول لك كده كل 145 ساعه، ومع الاستهلاك بيبتدي الريميننج ده بيبتدي ينقص. وطبعا بعد ما بتبدله بتعمل هنا ريست علشان يبتدي يعد من الاول. هنا كل البارت اللي هي بتتغير، لقيتها بتتباع في مصر او ممكن تجيبها من علي بابا، لقيتها رخيصه جدا، هبقى اوريها لكم برده. هنا بقى ايه الكلين اب هيستوري، كل حاجه هي نظفتها، دي زي اللوجز بتاعتها كده. طيب هي لحد دلوقتي من ساعه ما انا جبتها هي نظفت حوالي 645 متر مربع، ونظفتهم في حوالي 15 ساعه، دي كده 47 مره اشتغلت. ماشي، ده من ساعه ما انا جبتها. احنا جايبينها بدأت تشتغلت من يوم ايه 7/8، من يوم 7/8 والنهارده 13/8، تقريبا اسبوعين زي ما قلت لكم. هنا الماب ليست، انا هتلاقي عندي 2 ماب اللي هي الهوم، لو جينا فتحنا اللي هو الهوم كامل. ليه بقى دي ماب لوحدها والبلكونه ماب لوحدها؟ لان هي ما بتقدرش تخش البلكونه، انا عندي البلكونه هنا بعد الريسبشن هي الحته دي، فهي ما بتقدرش تخش من هنا لان الالوميتال عالي جدا، فهي قسمتها 2 مابس لان انا بشيلها واعديها الالوميتال. هنا بقى انت الحته دي جامده قوي. هنا انا لو عايز اقول لها ما تعديش حته معينه، يعني انا مثلا عندي حته مثلا ترابيزه او عندي سجاده معينه او عندي حاجه غاليه جدا او انا خايف مثلا من اي حاجه، انا ببتدي اختار من هنا وادي اوردر للمكنسه مثلا الحته دي اياكي تمسحيها. هنا بقى بعمل اديت ازاي بقى، عايز اقسم مثلا الاوض تاني، عايز مش عارف اعمل ايه. يعني مثلا انا عندي مثلا هنا عايز افتح اللوبي على الطرقه، فبعملها من هنا اهي ريديفايدد رومز. هنا بقى ده اوبشن جامد قوي، حوار الكاربت كلين اب بريفرنس. انا هنا على السجاجيد اللي عندي، هل ان انا اخليها تافويد اي سجاده، هي فيها سنسورز بتحس بالسجاجيد، ممكن اديها اوبشن انها ما تعديش على اي سجاده، ممكن اديها اوبشن انها تعدي على السجاده بس ما تعملش فيها اي حاجه ولا تكنس ولا تعمل اي حاجه. خلي بالك هي بتكنس، هي عمرها ما البادز اللي فيها دي عمرها ما تنزل على السجاده، اول ما تطلع على السجاده تلاقي البادز دي طلعت، هي بس بتكنس السجاده. ودي كانت تجربتي مع الروبوت فاكيوم من شاومي اس 20 بلس، وليه اخترتها وايه المميزات وايه العيوب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا بيه وعرفتوا القرار في الاخر هتجيبوها او هي هتفيدكم ولا لا. شكرا ليكم واشوفكم في فيديوهات جديده هنا على اينوكس. كان معاكم محمد الصاوي واحنا بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.